وسمعتم ماذا قالوا؟ حيوان. نعم، قالوا حيوان. في الحقيقة أشفق كثيرا على هذه المخلوقات الجميلة التي خلقها الله سبحانه وتعالى واسمها الحيوان، وأشفقت أكثر على المجاهرين بالقذارة أعزكم الله. هيهات هيهات. فالحيوان خلقه الله وفيا لغريزته محترما لأبناء فصيلته. اسمعوا من فضلكم، إذا كان فيك وفاء كبير وإذا كنت لا تنسى فضل الناس عليك فأنت مثل الكلب، والكلب حيوان. إذا كنت تحلق عاليا في السماء ولا ترضى لنفسك الهبوط والمذلة، وكنت تصد عدوك بالتحليق أعلى منه، فأنت نسر أصيل، والنسر ليس بإنسان طبعا. وإذا كنت قطا فقل وداعا للحشرات والبعوض والفئران. خدمة جليلة تقدمها هذه الحيوانات للإنسان وبالمجان. وإذا كنت تغرد جميل الصوت وتسبح بحمده مع كل إشراقة فأنت حسون. أو إذا أذنت فجرا فأنت ديك حر. أما إذا كنت تعرف مسالك الطرق مهما صعبت وتعقدت على الإنسان فتلك فصيلة البهائم خلقها الله للركوب وللزينة. صدقوني، ما خلق الله عز وجل من شيء إلا وفيه منفعة وحكم لنا لبني البشر. لا أريد أن أقول بأن الحيوانات ترتقي أحيانا على بعض من بني البشر، حاشا، لأن الحق سبحانه وتعالى كرمنا وحملنا الأمانة والمسؤولية. ولكن أقول إن الجهل والجهالة تعد أسوأ حالة قد يمر منها الإنسان. والجهل أنواع كما الكفر أنواع. أقصى درجات الجهل أن يصير الإنسان نسخة سيئة تقلد الببغاء ولا تتقن ذلك، وبهندام قبيح. كان أحرى بالحاقدين أن يطوروا معرفتهم العلمية والمختبراتية ويصنعوا بشرا آليا على الأقل، بذلك سيفعلون ما يؤمرون به وبإتقان. هناك بشر يحتاجون إلى عمليات تجميل داخلية مثل تكبير القلب وشفط الحقد وإصلاح النوايا وإزالة الشرور من الأنفس، بينما الحيوان لا يحتاج إلى ذلك لأنه جميل بطبعه بريء بفصيلته. السلام عليكم.